عندما يكون حاكم وطن ما وحشا يفتك بشعبه، فإن ذلك الوطن يتحول لسجن كبير لا يرتاح فيه السجان، لأنه يغدو آلة للبطش والقتل، وينقسم الشعب فيه بين مؤيد للطاغية ومعارض له، ويتبع هذا الانقسام تفرقة بغيضة تستمر لعقود من الزمن. أما السجون الصغيرة فهي القبر بعينه، وما أكثرها في هذا الوطن البائس. فلا زال سجن تتمر يدخل الرعب في قلوب السوريين، لأن الكثير منهم فقدوا أحبة فيه، وحتى من لم يعاني منه هو وأهله فإنه يخاف عندما يذكر أمامه هذا السجن. إلا أن شهرة سجن آخر طفت على السطح منذ بداية الثورة وقبلها، وهو سجن صيدنايا الواقع على أطراف تلك المدينة الهادئة الجميلة الذي أخذ السجن اسمه منها. مدينة صيدنايا الواقعة في الريف الدمشقي لا يليق بها سجن كهذا، ففيها كنيسة السيدة العذراء، وهي كنيسة كبيرة مبنية فوق الجبل، وتمنح الزائر راحة نفسية، وخاصة عندما يقف في ساحتها لتتراءى له السهول الواسعة والوديان. صيدنايا للسياحة ولراحة النفس، وليست لقتل النفس، حتى يظن المرء بأنهم بنوا هذا السجن في هذه المدينة الهادئة كي يشوهوا اسمها، فمعظم الداخلين إليه لا يخرجون، ومن يخرج بالمطلق لن يكون كما دخل، مثل الشيار الذي كان يتكلم عن معاناته في ذلك السجن على شاشات التلفزة، بحيث كان باستطاعة كل مشاهد أن يدرك مدى العذاب الذي رآه حتى لو لم ينطق بكلمة واحدة، فرأسه ويده كانتا ترتجفان. شيار من مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب، كان ناشطا شبابيا في جامعة حلب، وبقي مدة سنة كاملة في السجن. تشنجه في الحديث يدل على تخيله عن كل كلمة ينطقها، من استقبال السجانين لهم بالسياط والكهرباء وكراسي التعذيب وشتم الأخوات والأمهات، ثم حرمانهم من الماء والطعام والذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان، والمنفردات المرعبة، وشرب بعض المساجين بولهم لعدم قدرتهم على تحمل العطش أكثر، وتكديس العشرات في غرفة واحدة. حينها كانوا يتبادلون الأدوار في النوم، ليبقى بعضهم واقفا حتى يستطيع الآخرون النوم، فالوقوف يوفر المساحة. صيدنايا تصبح كابوسا للمفرج عنهم في أحلامهم. خروج شيار وبعض من أبناء جلدته سواء من سجن صيدنايا أو عدرا هو نتيجة السياسة التي اتبعها النظام منذ بداية الثورة لتحييد الكرد عنها. فالكثير من أصدقاء شيار في السجن من العرب تمت تصفيتهم بدم بارد، وكانت تهمتهم نفس تهمته، لكن النظام خبيث، فمنذ بداية الثورة قام بتجنيس الكرد الذين تم تجريدهم من الجنسية في العام 1962 للميلاد، كما خفف من وطأة المرسوم 49 الذي كان يمنع عمليات البيع والشراء للعقارات إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني الذي يشمل موافقة وزارة الداخلية، وبالطبع موافقة المفارز والفروع الأمنية. لكن هذه الرشوة لم تنفع النظام، فقد رفع الكرد في مظاهراتهم شعار نريد الحرية ولا نريد الجنسية، علما أن الكرد مثلهم مثل العرب انقسموا إلى مؤيد للنظام ومعارض له. لم يبقى شيار كثيرا في عفرين بعد إطلاق سراحه، بل غادرها إلى تركيا، ومنها إلى إحدى الدول الأوروبية للعلاج، لأن جملته العصبية تضررت كثيرا، فالضرب الذي يمارسه السجان يشبه سقوط البرد بعنف لا يوفر أي منطقة في جسم السجين، فيبقى المفرج عنه أسيرا لذكريات الظلم في أحلامه ويقظته لسنين عديدة، بل ربما للممات.
لم يفرح شورش وعائلته منذ سنين كما فرحوا اليوم بقدوم أخيه آراس المهندس المدني من إقليم كردستان العراق، الذي أصبح يعاني من أزمة اقتصادية بعد أن قطعت الحكومة المركزية عنه حصته من الميزانية، وبعد مهاجمته من قبل قطعان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، التي تنشر الخراب والدمار أينما حلت. يخبره آراس بأن وضع اللاجئين في الإقليم قبل الأزمة كان ممتازا، حيث كان العمل متوفرا، والكثير من اللاجئين اشتروا عقارات في الداخل، والمخيمات كانت تقدم الخدمات الكثيرة، حيث المنظمات الإنسانية كانت تقدم للاجئ المساعدات كافة. إلا أن قطع الميزانية أثر على الإقليم، وهجوم داعش كلف ويكلف الإقليم أموالا طائلة، ونزوح الناس من الموصل والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة داعش إلى الإقليم ضاعف من عدد اللاجئين، وتوقفت الكثير من المشاريع، كما أن النازحين الجدد أصبحوا يعملون بأجور منخفضة، ما نتج عنه الاستغناء عن كثير من العمال السوريين. مساعدات المنظمات الإنسانية خفت كثيرا، وهذا الأمر أدى إلى مغادرة الكثير من السوريين الإقليم والتوجه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. فقد كنا حوالي 30 شخصا، أفرادا وعائلات، والطريق كان صعبا جدا، أنهار وجبال، والمستفيد هو المهرب، فقد أخذ من كل شخص $400 أمريكي. أما العائلة فتم مراعاتها قليلا، كونها تتألف من عدة أشخاص. بدأت رحلتنا من أطراف مدينة ديالا الكردستانية لنصعد جبلا، وعند النزول عانينا كثيرا كونه كان عاليا، إلا أن صديقي لم يستطع النزول، فاضطررت للصعود ثانية والإمساك بيده، وجلبته معي، واجتزنا نهرا صغيرا للوصول إلى السيارة التي كانت تنتظرنا. إلا أننا تعرضنا لكمين من أسايش كردستان واعتقلوا بعضا منا. أما أنا واثنان من الأصدقاء استطعنا الهروب، وبعد ساعتين اتصلت بأحد الأصدقاء ممن تم اعتقالهم، فقال لي إنهم سيطلقون سراحنا باستثناء المهرب. بالفعل أطلقوا سراحهم، واجتمعنا ثانية، لكن المهرب الثاني قام باستغلالنا، وأخذ من كل شخص $50 إضافيا عن المبلغ المتفق عليه. أكملنا طريقنا ليلا لنصل لجبل آخر على الحدود التركية ليتكرر الاستغلال بالمطالبة $50 إضافيا عن كل شخص، لكنني رفضت ذلك لأنه تم خرق الاتفاق. إلا أن موافقة المجموعة التي كنت معها على طلب المهرب جعلني أقبل بشرط تخفيض المبلغ إلى النصف، ووافق المهرب على ذلك. اجتزنا الجبل صعودا ونزولا، وبعدها اجتزنا نهرا سيرا على الأقدام لمدة نصف ساعة، حيث ارتفاع المياه كان بحدود المتر الواحد، وحقائبنا فوق رؤوسنا. وانتظرنا حتى الصباح مع مجموعة أخرى وبتلك الثياب المبللة، وبعد ذلك اجتزنا حدود كردستان لندخل الأراضي التركية. كان بانتظارنا مهرب على الجانب التركي ومعه سيارة ركاب، وأخذ من كل شخص $25، وأوصلنا إلى مدينة تشولاميرك، وهناك تركنا المهرب لنذهب بالباصات إلى مدينة وان، وفيها قمنا بتوديع بعضنا بعضا ليذهب كل منا في طريقه، وأنا أتيت إلى هنا. المهم أنك وصلت بخير وسلامة يا أخي. الحمد لله، ولكن عديمي الأخلاق والضمير يستفيدون في الأزمات ويجمعون الأموال، ولا أعلم ماذا ينتظرني. فقد سمعت من أصدقائي هنا بأن الخاسر الأكبر هم أصحاب الشهادات، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بالأعمال المتعبة، ليس تكبرا، وإنما لعدم تعودهم على القيام بمثل هذه الأعمال، والوظيفة تتطلب الجنسية. يقاطعه شورش قائلا: إلا من حالفه الحظ بإيجاد وظيفة لدى منظمة إغاثية أو جمعية، أما المتملق فوضعه المادي فوق الممتاز، وخاصة لدى المعارضة السورية السياسية
المليئة بالفساد والمحسوبيات، والتي ترى قادتها في تنقل دائم بين العواصم الأوروبية ودول الخليج على حساب الشعب المسكين، ليعودوا إلى فنادق اسطنبول التي أصبحت بوابة للدولارات لديهم. لو صرفت الدولارات كلها في الداخل ما كان الشعب ليعاني ما يعانيه الآن. يهز آراس رأسه ويقول: يا أخي، معظم هؤلاء حتى الأمس القريب كانوا جزءا من النظام في دمشق ومستفيدين منه، ولم تكن تهمهم مصالح الشعب، وبعضهم كان انشقاقه بمقابل مبالغ طائلة أو مناصب في المعارضة، وإلا ما رأيتهم فاسدين هكذا، بدليل أن الشريف لم يستطع الاستمرار في هذه المعارضة التي لم ولن تجلب الكرامة للشعوب السورية التي تستحق الأفضل، والتي خرجت بصدور عارية في مواجهة نظام قمعي لا يعرف للرحمة طريقا، لدرجة أنني أتساءل أحيانا: هل أخطأنا عندما قمنا بالثورة؟ وأجيب نفسي بأننا لم نخطئ، ولكن العالم خذلنا وما رف له جفن رغم هذا العدد الهائل من الشهداء والجرحى والمعتقلين وجيش العاجزين، نساء وأطفالا ورجالا ومدنا مدمرة، الكل له أجنداته الخبيثة. أحس باليأس يا أخي، وعليك أن تجد لي عملا، أو أعمل معكم في سوق القمح كي نساعد أهلنا في الداخل، وكي أتخلص من الحالة النفسية التي أصابتني طوال بقائي بدون عمل. يضع شورش يده على كتف أخيه: عد نفسك في إجازة، فماردين جميلة ومعالمها الأثرية تريح النفس، ولن تعمل إلا عملا يناسب شهادتك الجميلة مثلك، فأموري ميسورة، ومن في الداخل أساعدهم، فهون عليك، وسآخذك غدا في جولة استطلاعية لتتعرف على معالم هذه المدينة الجميلة. يبتسم آراس ابتسامة مصطنعة ككلام أخيه ويهمس: كما تريد يا أخي. تمر الأيام برتابة وحزن عميقين، قتل واعتقال وتشريد للناس في الداخل، بحيث أن غالبية الناس فقدوا الإحساس بكل شيء بعد أن تخلت عنهم جميع الأمم، وأصبح أكبر همهم العيش بدون سماع أصوات المدافع والطيران وأخبار المجازر التي تملأ شاشات التلفزة. أما الذي فر من أتون الحرب للخارج يعيش ولكن كالتائه، لا يستطيع التأقلم مع الوضع الجديد، وكل تفكيره منحصر في الداخل. أما أفعى الشام فمستمر في نهش أجساد السوريين، ولا تنكسر هذه الرتابة بالنسبة لأصدقاء شورش إلا بعد أن يخبرهم بمرض الأستاذ، حيث أصبح طريح الفراش نتيجة ألم ظهره، وقد طلب منه الطبيب أن يستريح شهرا كاملا. يتساءل ضياء: وكيف سيتدبر أموره وهو المعيل الوحيد لعائلته؟ يجاوبه شورش: أنا سأقوم بمساعدته ضمن حدود استطاعتي. يتضامن ضياء ويوسف مع شورش ويبدون استعدادهم للمساعدة. يتفق الثلاثة لأجل زيارته مساء بعد عودتهم من العمل، وبالفعل يذهبون مساء ومعهم آراس. بالكاد استطاع الأستاذ القيام لاستقبالهم وعاد إلى فراشه. جلس شورش جانب رأسه ووضع ظرفا فيه مبلغ من المال على المخدة. علم الأستاذ بأنها مساعدة مادية من هؤلاء الشباب، ولكن كيف سيقبل منهم وهم لاجئون مثله؟ بل إن أجورهم منخفضة وبالكاد تكفي عائلاتهم. حمل الظرف يريد أن يعيده، فأمسك شورش بيده قائلا: اسمعني جيدا أستاذنا، هذه المساعدة تشاركنا فيها نحن الأربعة ولا تؤثر علينا أبدا. إن لم نتساعد في الغربة وخلال الشدائد فمن سيمد يده لنا؟ كل الأيادي تخلت عنا، ثم إنك تعلم جيدا بأن النظام وأتباعه فرقوا بين السوريين وبثوا الفتنة، فأصبح أبناء المدينة الواحدة غير متضامنين مع بعضهم. بمجيئنا إليك من عدة محافظات نتجاوز الفرقة، فلا ترد هديتنا وإلا خرجنا دون ما عودة إليك.
حينها يتراجع الأستاذ عن قراره بعدم قبول المساعدة ويتوجه لهم بالقول: أنتم شباب رائعون تفكرون بعقولكم بعيدا عن ضجيج الإعلام والإعلام المضاد، وبكم تبنى الأوطان. أتذكر عندما كنت في السجن كان هناك معتقلون من قوميات وأديان متعددة معارضون للنظام، ولكن القاسم المشترك بيننا كان حب الوطن، وكنا مؤمنين بأن الوطن يتسع للجميع بكل ألواننا. ولم تنجح محاولات السجان وأسياده بزرع الفتنة بيننا، فجميعنا كان مقتنعا بأن الوطن يصير أجمل بتعدد لغاته وأديانه، وأن سماع آذان الجوامع وأجراس الكنائس تجعل من سماء هذا الوطن سيمفونية للحب. أما الآن ونتيجة ذكاء النظام من جهة وغباء المعارضة من جهة أخرى، أصبح كل منا ينظر للآخر بعين الريبة والشك. ومع ذلك لا زلت مقتنعا برحيل هذه الغيمة السوداء عن سمائنا بإرادتنا التي لا تلين وبمحبة بعضنا بعضا، فلا ظلم يدوم. لكنهم قتلوا فينا حب الوطن يا أستاذ، يقولها آراس بحزن. هو إحساس مؤقت يا آراس، فالأوطان لا تموت وحبها لا يموت. الوطن كالطفل الخارج من الخاصرة، ربما تلفظه الأعين نتيجة الظلم الموجود فيه، ولكن ترحل الأرواح إليه. الوطن هو التراب والشجر والسماء الشبيهة بحنان الأم، والأهم من كل ذلك هو الإنسان وحبه لذلك الوطن الذي كيفما ابتعد عنه يبقى يشتاق لترابه. صدقت وليشفيك الله، يقولها يوسف ويلتفت لأصدقائه قائلا: دعونا نذهب، فالأستاذ بحاجة للراحة ونحن لدينا عمل في الصباح الباكر. يستأذن الأربعة ويرحلون وهم آسفون لأجله، ويتمنون من الله شفاء عاجلا له.